السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نخش نشوف النهاردة من الجو الساقع ده عايز بقى ايه حلة المحشي الحلوة دي. هنا زي ما انتوا شايفين كده، جبت كرومبايه وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت حله على النار، الميه غلت وابتديت ان انزل بالملح والكمون. ده اهم حاجه في الموضوع كله. تمام كده. بس جبت بقى ايه هنا كميه البصل اللي انا هحتاجها النهارده كلها، قشرتها مره واحده وضربتها في الكبه مره واحده عشان تشوفوا هستخدم البصل ده كله في ايه. هنا بقى الميه كانت سخنت كويس، وحطيت فيها الكرنب بتاعنا زي ما قلت لكم، او الناس اللي عارفه يعني وشافتني قبل كده. انا يا دوب بنزل الكرنب في الميه وبطلعه على طول، ما بخلوش ياخد وقت زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام. بس هجيب هنا بقى حله كده على النار كان فيها شويه زيت، وحطيت فيهم معلقه سمنه بلدي حلوه كده تدي طعم ايه للمحشي بتاعنا الجميل. وهنزل بالبصل اللي انا محتاجاه في المادة الدهنية بتاعتي. تمام. وهنحط طبعا شوية ملح عشان البصل معانا ما يمررش، وهسيبها ايه تتحمر او تاخد اللون اللي احنا عايزينه. هنا بقى كنت بقطع الكرنب بتاعنا. حبيبي يا رسول الله، يا ريت تقولولي بتتابعوني منين، ويا ريت لايك كده وشير وكومنت حلو كده من القلب يفرحني ويخليني استمر وانزل لكم فيديوهات على طول. تمام. هنا بنشيل الجزء اللي فوق ده، وابتدي اقطع كله كده ايه يعني مقاسات متساويه كده لبعضه. تمام. هنا بصوا ده اللون اللي انا كنت محتاجاه. هجيب هنا معايا بقى معلقتين صلصه حلوين كده، وانزل بيهم على البصلايه بتاعتي اول ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. لو الطماطم بتاعتك حمرة كويسة ممكن تستغني عن الصلصة لو مش موجودة كمان عندك، بس انا بحب دايما التسبيكة بتاعتنا تبقى ايه لونها حلو كده محمرة كده وجميلة. طبعا انا بنزل الصلصة على طول في البصل عشان الحموضة اللي بتبقى في الصلصة. تمام. هنزل بقى بمعجون الطماطم او صلصة الطماطم، او الطماطم اللي انتي ضرباها في الخلاط زي ما انت عايزة وتحطيها. انا هنا كنت بحط معلقة هريسة، بتدي لون وطعم حلو كده مشطشط. بصوا بقى التسبيكة وجمالها. حط بقى كزبرة، وهنحط كمون وفلفل اسمر وملح بس، ما بحبش اضافات اكتر من كده. شوية شطة حلوين كده. بصوا هي الهريسة حاجة والشطة حاجة تانية خالص. بصوا احنا المحشي ده لو مش مشطشط كده وحلو ما بيتاكلش صراحة. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا بتعرفي ان هي اتسبكت ازاي لما بتكون التسبيكة نطرت قدامها كده زي ما انتوا شايفين، يعني الزيت بيطلع كده على الوش. تمام. هاجي هنا كمان كده جبت معلقتين سمنة حلوين كده وبصلاية حلوة كبيرة، وهبتدي ان انا اشوحها كده واديها لون اللي هو الجلد الفاتح ده. تمام. مش عايزين نحمرها قوي. خدوا بالكم من التركات دي هي اللي ايه تمشوا عليها بالظبط، هتطلع كل حاجة مظبوطة وزي الفل ان شاء الله. تمام. حبيبي يا رسول الله، ادي اللون اللي احنا عايزينه الجلد الفاتح، مش هنغمق اكتر من كده. هنا بقى كنت غاسله كوبايتين رز ومصفيهم كويس قوي، مش نقعيه، انا غاسلاه بس ومصفيه كويس جدا. وهنزل بيه كده زي ما انتم شايفين على البصلايه، وهنبتدي نغلف مهم جدا ان كل الرز يتغلف بالسمنه البلدي كده اللي احنا حاطينها والبصلايه. الموضوع بيفرق قوي، يعني ما ننزلش بالميه على طول. تمام. لازم نقلبه تقليبه حلوه كده وبعد كده بقى نحط بقى البهارات بتاعتنا. احنا هنحط ملح وفلفل بس فلفل اسمر وشويه حلوين كده، معلقتين كده او معلقه كبيره. الفلفل الاسمر بيبقى حلو جدا في الوصفه دي. تمام. هنقلبهم بقى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت اللي متابعني يقول لي بيتابعني منين، يا ريت كومنت حلو، لايك، كلمه حلوه كده عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. شجعوني كده ان انا اصور لكم على طول. بصوا الميه بس كده،
فيش مية اكتر من كده. اول ما المية تتشرب هنطفي عليه على طول، لان انا عايزة الرز نص سوا بس مش اكتر. بص هنا كنت بوريكم ان المية مش كتيرة. تمام. هنا قلت اشوح كده الكبد والقوانص بمعلقة سمنة بلدي كده، نديها تشويحة كده، وبعد كده هنحطها على باقي الوصفة. هنا بقى مش على دي هنا الرز هغرفه هنا في الصينية دي كده علشان يبرد. الرز بتاع الحشو ما ينفعش يا جماعة نحشي وهو سخن عشان ما يفرقعش معانا. هنغرفه كده عشان يبرد شوية معانا، وعشان نعرف نحشي بيه. تمام. هاجي هنا هنحط كده معلقتين سمنة برضو حلوين كده، زبدة، سمنة، المتاح عندك حطيه، بس طبعا السمنة البلدي بتفرق قوي في الموضوع ده. هننزل بقى بالبصل زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. انا يعني قشرت البصل كل اللي انا محتاجاه، وقسمت البصل كده ايه، كل حاجة كل وصفة ليها ايه البصلة بتاعتها. دي يعني هنقول كده معلقة بصل مع بصلاية واحدة. تمام. الكبد والقوانص اللي انا شوحتها لوحدها في معلقة سمنة بلدي نزلت بيها على البصلة بعد ما خدت لون كده، وبعد كده هنزل بالفريك. هنا الفريك كنت نقعاه غسلاه ونقعاه كويس قوي، هصفيه كويس قوي وهنزل بيه على الكبد والقوانص. تمام. هنا ممكن ازود المية شوية يعني غير الرز، برضو نفس الكلام، ملح وفلفل بس، ما بحطش اكتر من كده. بصراحة هو كان عايز يتاكل كده لوحده من غير ما يتحشي بيه اي حاجة. بصوا بقى نحط المية. هنا المية هنزودها شوية عن الرز شوية. تمام. هنا بقى كنت بحط الرز للحشو المحشي. الناس اللي شافتني قبل كده عاملة المحشي، انا بحط دايما بصلة نية على الرز. تمام. هنزل بقى بالبهارات، نفس البهارات اللي انت حطيتيها في التسبيكة هي اللي هتحطيها هنا. عايزه اقول لكم دي بتودي، يعني انت هتعملي المعادله، يعني مش هتزودي قوي هناك ومش هتزودي هنا. حطيت ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر، وهنمكس كل الكلام ده كله مع بعضه. تمام. لازم نغلف الرز كله بالبهارات بالبصل بكله قبل ما نحط الصلصه الجميله بتاعتنا اللي احنا عملناها. تمام. نقلب كويس قوي كده. بصوا ما شاء الله. وننزل بصوا الصلصه تقيله ازاي معانا. ننزل بقى بالتسبيكه بتاعتنا كده لحد ما ايه تظبط معانا زي ما انتم شايفين. وحطيت طبعا الخضره بس الكاميرا ما صورتش وانا بحط الخضره. وهنا هلف المحشي بتاعنا الجميل كده. بص الصواع كده، يعني عارفه اللي هو مش الصواع اللي هو الدعدع الصغير ده اللي ملوش طعم، لا، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، يعني المحشي عايز ورقه وسط كده ويبقى زي الفل. هنا بقى كنت بكسر لها ضلوعها، عارف كنت الواحد متغوص كده قلت اكسر لها ضلوعها. هنا معانا الزغاليل الجميله دي او الحمام، كسرت ضلوعه كده وابتدي احشي، وتحت الجلد احشي، ومن عند الزور احشي. الحمامية الصغنونة خالص دي هتشوفوها بسم الله ما شاء الله تبقى ايه قد الفرخة الشمورت. عارفين الفرخة الشمورت الحلوة دي؟ هتبقى قدها كده. بصوا تدخلي صباعك بالراحة جدا تحت الجلد ما بين الجلد واللحم كده، وتبتدي توسعي كده ايه الحتت دي كده ودخلي فيها الحشو. بصوا فرخة شمرت، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا هي اصلا يعني الزغاليل الحلوة يعني ومليانة، بس ايه احنا اديناها وضعها كده. نحشي بقى معانا. بصوا بصوا على الجمال بقى. طبعا انا عندي ناس بتحب الفريك وناس بتحب الرز، فعملت لهم حمام بالفريك وحمام بالرز. تمام. عندنا هنحط بقى في الحلة بتاعتنا بصلاية وطماطماية وحبهان وورق لوري والحبشتكنات بقى اللي انت بتحبيها في الشرب، وشوية فلفل اسمر. الله. وهيئي بقى الملح بتاعك. تمام.
بصوا بقى الحمام بعد ما خلاص استوى وبقى زي الفل، بجيب بقى عندك معلقة قشطة حلوة كده من على وش اللبن. كان عندي معلقتين كده في التلاجة، قلت اعمل لهم مساج كده. وعندك سمنة بلدي اعملي كده، عندك قشطة زي كده اعملي كده، بس القشطة دي بتخلي اللون الذهبي الجميل. وننزل بقى في السمنة البلدي او في الزيت. هنا كنت حاطه زيت على سمنه بلدي، وقلت بقى عشان يبقى الطعم النهارده كله كده سمنه بلدي ونتدفى كده بالاكله الجميله دي. شتا يعني محشي ما فيهاش كلام. هنا بقى هنبتدي نغرف. يا نهار ابيض، بصوا بقى هنا كنت بقى حشيت فلفل. بصوا الفلفل ده حاجة تانية بقى خالص. الفلفل الرومي، فلفل شطة، بصراحة يعني بيودي المحشي في حتة تانية خالص. حتة 13 زي ما بيقولوا. هنغرف بقى كده. انا طبعا عملت لسان عصفور وعملت ملوخية، مش عارفة بقى الكاميرا جابتهم ولا لأ، بس طبعا زي كالعادة واقفين لي يلا 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 عايزين ناكل. الأكلة دي ما تتاكلش غير وهي سخنة بس، مش أكتر من كده. انا عملت لكم قبل كده محشي جنبه كوارع قبل كده، وعملنا بط وعملنا فراخ. المره دي قلت نعمل معاكم الحمام. وبصوا لونه، الله الله على اللون الذهبي الجميل والخطير. بصوا الحمامية كده ماسكة نفسها كده، وبسم الله ما شاء الله مكتفات تكتيفة تمام يعني. بصوا جربوها ان شاء الله. الطريقه دي هتعجبكم، وشجعوني بكومنت حلوه كده عشان استمر واصور لكم الاكلات الحلوه الشتاء الجميله. بسم الله ما شاء الله الشتاء ده يعني عايزه اقول لكم كلها اكلاته حلوه غير الصيف خالص صراحه يعني. بس وادي هنغرف كده بقيه الحمام. ألف هنا على كل اللي جه وأكل. طبعا شرفوني ونوروني، ربنا يديمها يا رب علينا نعمة يا رب كده، ويفضلوا الحبايب دايما متجمعين معانا. ودي كده كانت وصفتنا النهاردة، المحشي الجميل. وطبعا أهم من الشغل ضبط الشغل، لازم نرش كده رشة الخضرة كده من فوق بس. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، واستودعتكم عند الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.